أخبار في منتهى الصعوبة وممكن تغير كل اللي كنا فاهمينه عن أزمة سد النهضة. هل إثيوبيا بتفرغ مية من السد غصب عنها؟ وليه منسوب النيل في السودان وصل لأعلى مستوى السنة دي؟ خبر جديد من الدكتور عباس شراقي بيكشف إن في حاجة غريبة جدا بتحصل في إدارة سد النهضة. النهاردة هنعرف إيه اللي بيحصل ورا الكواليس، وإزاي المشاكل الفنية اللي بيواجهوها هناك هي اللي خلتهم يفتحوا البوابات. والأهم من ده كله هنطمن على وضعنا في مصر ونشوف ازاي السد العالي بتاعنا جاهز ومستعد يستقبل كل كمية المية دي. سد النهضة الإثيوبي بيواجه مشكلة كبيرة دلوقتي لدرجة انه بيضطر يفرغ كميات ضخمة من المية. الدكتور عباس شراقي اللي كلنا بنتابعه كشف عن حاجة غريبة جدا بتحصل. رغم ان الامطار لسه شغالة، كل توربينات السد وقفت عن الشغل. ده معناه ان إثيوبيا مش بتستفيد من المية دي في توليد الكهرباء زي ما كانت بتقول، وده أدى لنتيجة مباشرة ومهمة. منسوب نهر النيل في الخرطوم بالسودان وصل لرقم قياسي السنة دي، وصل ل 16 متر و64 سنتي، وده أعلى من منسوب الفيضان الطبيعي اللي هو 16 متر و50 سنتي. يعني في مية زيادة بتنزل. الكمية دي مش قليلة أبدا. شراقي بيقول إن السد فرغ حوالي 635 مليون متر مكعب، ودي زيادة كبيرة عن معدل الأمطار اللي نازل في المنطقة. طيب ليه بيحصل كده؟ ده سؤال مهم جدا. الدكتور شراقي بيقول إن اللي بيحصل ده دليل واضح على تخبط في إدارة سد النهضة. إثيوبيا ملت السد بالكامل في بداية الشهر، وفي نفس الوقت فشلت في تشغيل التوربينات بكفاءة طول السنة. يعني ملوا البحيرة على آخرها وما شغلوش التوربينات علشان يفرغوا المية دي تدريجيا قبل موسم الفيضان الجديد. ده خلاهم في موقف صعب. لما جه موسم الأمطار الجديد البحيرة كانت بالفعل مليانة على الآخر، فكان لازم يفتحوا بوابات الطوارئ علشان المية ما تأذيش السد نفسه. فتحوا 4 بوابات من المفيض العلوي بالإضافة لاستخدام المفيض اللي في الممر الأوسط. ده معناه إنهم بيصرفوا المية من غير أي استفادة، بس علشان ينقذوا السد من الضغط الجامد للمية. الوضع ده كان ليه تأثير مباشر على السودان. وزارة الزراعة والري السودانية حذرت المواطنين اللي عايشين على ضفتي النيل الأزرق والنيل الرئيسي من الارتفاع الكبير في منسوب المية. ده طبعا بيشكل خطر على المناطق على ضفاف النهر. في الوقت اللي السودان بتواجه خطر زيادة المية، مصر مطمنة تماما، لأن ببساطة السد العالي جاهز ومستعد لاستقبال كل المية دي، سواء اللي جاية من سد النهضة أو من مياه النيل الأبيض. بحيرة ناصر اللي خلف السد العالي منسوبها بيزيد بشكل تدريجي يوميا، وده رغم إننا في موسم الذروة اللي بنستخدم فيه كميات مية كبيرة جدا، والموسم ده على وشك الانتهاء. السد العالي مش مجرد سد، ده مخزون مصر الاستراتيجي، وهو اللي بيحمينا من أي تقلبات في منسوب المية، سواء كانت فيضانات عالية زي اللي بتحصل دلوقتي أو فترات جفاف طويلة. قدرته التخزينية الضخمة بتضمن إن مصر عندها مخزون مائي يكفيها لسنوات طويلة، وده بيخلينا في موقف قوة. الوضع ده بيأكد مرة تانية على أهمية السد العالي ودوره في تأمين حصة مصر من المية، في حين إن إثيوبيا بتعاني من سوء الإدارة الفنية للسد بتاعها وبتضطر تفرغ مية كان ممكن تستفيد منها. مصر بتثبت إنها مستعدة لأي سيناريو بفضل التخطيط والتحكم المحكم في مواردها المائية. اللي بيحصل في سد النهضة هو نتيجة لقرارات غير محسوبة من الجانب الإثيوبي. الملء الكامل من غير خطة لتوليد الكهرباء أو تصريف المية بشكل تدريجي قبل الفيضان خلى السد في موقف حرج، وده بيفسر ليه بيفرغ المية دلوقتي. يا ترى إثيوبيا هتعمل إيه بعد كده، وإزاي الخطوات دي ممكن تأثر على المفاوضات اللي جاية؟